من الطواجن المتميزة والشهية جدا على سفرة رمضان طاجن الرز المعمر أو برام الرز. طبعا احنا هنعمله النهاردة حادق، واحنا بدأنا امبارح أول حلقات استعداد الشهر الكريم للوصفات بتاعتنا على طعمها ايه. بدأناها بطاجن البامية، والنهاردة هنعمل مع بعض طاجن الرز المعمر أو برام الرز بمكونات بسيطة جدا وسهلة، مقادير مظبوطة هتشرفكم في سفرة رمضان. تابعونا وإن شاء الله وصفاتنا كلها تعجبكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يا رب يبلغنا الشهر الكريم. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. المقادير بتاعتنا: كوبايتين من الرز الأبيض المغسول، وعليهم معلقة من الفلفل الأسمر، أو لو حبينا نكتر شوية الفلفل الأسمر بيديله طعم طبعا، وملح، وكمان معلقتين كبار من السمنة البلدي، أو لو حابين نخلط زبدة وسمنة مع بعض، بس معلقة كبيرة كده حلوة زي ما حضراتكم شايفين. وهنخلط بقى كل الكلام ده في قلب الطاجن بتاعنا علشان نخلي كل حباية رز وصلها البهارات اللي هي الملح والفلفل بس، والزبدة والسمنة. وبعدين هنضيف كوباية واحدة، نفس المعيار، نفس الكوباية اللي عايرنا بيها الرز، كوباية من الشوربة. لازم نحط شوربة، مش هنحط كله لبن علشان الرز يطلع معانا مفلفل. فضفنا للكوبايتين الرز كوباية واحدة من الشوربة. وبعدين هنضيف 3 كوبايات من اللبن. اللبن والشوربة يا جماعة يكونوا سخنين زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. لازم اللبن والشوربة يكونوا سخنين جدا. هنقلب بقى كده كل الكلام ده على بعضه. وطبعا لازم البرام بتاعنا يكون اتملى، يعني 3/4 بالكتير، او لو الاحلى يبقى نص الطاجن بالظبط، علشان ندي مساحة لما يفور يعمل وش حلو قوي وما يقعش مننا ويبهدل الدنيا. بعدين هندخله الفرن في الرف الوسطاني، وانا حبيت اخد له صورة كده زي ما حضراتكم شايفين الوش. هو بنسيبه جوه الفرن حوالي ساعة، طبعا مع المتابعة زي ما اتفقنا. وبعدين هنفتح عليه الشواية ياخد بس لون بسيط. طبعا ده على حسب طبيعة الفرن عند كل حد فينا، اكيد بيختلف. انا هنا فتحت الشواية بتاعتي عشان اخد لون حلو للوش. وكده ده الشكل النهائي بعد حوالي ساعة في الفرن. وطبعا ما استخدمناش اي قشطة ولا ضفنا اي قشطة للطاجن بتاعنا، علشان احنا استخدمنا اللبن السايب. اللبن السايب ده بيكون طعمه حلو جدا في الرز المعمر، علشان بيكون فيه قشطة طبيعي وبيكون تقيل، وبيدي طعم للطاجن بتاعنا حلو قوي مع السمنة البلدي والزبدة البلدي طبعا. فمش محتاجين نعمل اي اضافات تانية. تاني حاجة مهمة بنأكد عليها ان لازم اللبن والشوربة بتاعتنا تكون سخنة، لازم تكون سخنة، ما ينفعش خالص نستخدمها باردة. تابعونا دايما على طعمها ايه، لسه عندنا وصفات حلوة كتيرة ليكم. بألف هنا وشفا.